ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل القشطوطة اللي بنشتريها غالية وبنقف بالطوابير عشان نشتري علبة. هنعملها النهاردة بمكونات بسيطة وفي البيت. تعالوا معايا. في طبق كده هنزل باربع بيضات، وبعد كده هنزل برشة الفانيليا، وبعد كده هضربهم، وبعد كده هنزل بكوباية سكر وهضرب الخليط كده. بعد كده دي كوباية ونص دقيق وعليها معلقة كبيرة بيكنج باودر، هنخلهم كويس على الخليط. بعد كده خلاص انا مش عايزة المضرب تاني، انا هلم كده الخليط كده بالمعلقة. ودي الصينية اللي هحط فيها الخليط، دي مدهونة بالزيت ودقيق ورشة دقيق، وهحط فيها الخليط. وهي بعد ما خرجت من الفرن هتبقى بيضة شوية، مش هتبقى حمرا قوي زي الكيكة العادية. وبعد كده بسيبها تبرد خالص وبخرمها. وده كيلو لبن عليه 8 كيلو قشطة. انا استعملت القشطة اللي هي بتاعت وش اللبن، انت ممكن لو ما عندكيش تشتري 8 كيلو قشطة من بره. وبضربهم كده مع بعض وبزق بيهم الكيكة، بزقيها بنص الخليط او 3/4 كده، وبخلي الباقي هقول لكم هنعمل بيه ايه. وبعد كده بسيبها تبات ليلة، احطها في التلاجة واسيبها لتاني يوم عشان تشرب القشطة واللبن وتبقى حلوة كده وطرية. تاني يوم بقى خلاص بعد ما طلعتها من التلاجة وشربت اللبن وشربت القشطة، هحط الكريم شانتيه على الوش كده. كريم شانتيه ده عبارة عن ايه؟ نص كيلو لبن وربع كيلو كريم شانتيه بس. وهنعمل لها المنظر ده بالقطاعة بتاعت المخلل، انتوا عارفينها كلكم. هنعمل الخطوط اللي عليها زي ما بتتباع بره، ولو عندك صينية مربعة هتبقى احسن، انا ما عنديش صينية مربعة. بعد كده هنحط في العلب، دي العلب بتاعت القشطوطة اصلا. بعد كده هننزل قطعة الكيكة كده، وتحتيها هنحط شوية لبن.